السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي والإعدادي عاملين إيه؟ معاك مستر أحمد عبد الفتاح، والنهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان على الوحدة الأولى رياضيات أولى إعدادي المنهج الجديد 2026. فتابع معايا الفيديو للنهاية ما تسيبش منه ولا ثانية. هنحل مع بعض امتحان مهم جدا على الوحدة الأولى. الأفكار اللي فيه كلها من المحافظات، مسائل مهمة جدا. لو حد عامل لك امتحان على الوحدة الأولى صدقني الأفكار دي لازم نحطها لك في الامتحان. فعلشان كده ما تسيبش ولا ثانيه في الفيديو دوت. ولا انت اول مره تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتتابع معايا المحتوى اللي بنزله هنا. يلا بينا نبدا، واللايك الجميل بتاعك انزل اعمله حالا، ويلا نشوف الامتحان بتاعك. طبعا يا جماعه اول سؤال معانا بيقول اختر الاجابه الصحيحه. بيقول اذا كان 3 على 2 بيساوي 9 على بي زائد 1 فان خمس بي يساوي كام؟ او 1 على 5 بي يساوي كام؟ اولا يا جماعه احنا هنعتبر دي كده حته واحده كده اللي هي اسمها بي زائد 1. فهنقول هنا ب زائد 1 يساوي، ونعمل طرفين في وسطين، 2 في 9 على 3. فيبقى عندك هنا ب زائد 1 هيساوي 2 في 9 ب 18، 18 على 3 فيها 6. هنعدي يا ابطال هنا الواحد ده بعكس الاشاره هنا كده. يبقى انا عندي هنا البي هيساوي 6 ناقص 1، ومنها البي هتساوي 5. يبقى انا كده البي هتساوي 5. طيب هو مش عاوز البي، هو عايز ايه؟ خمس بي، يعني 1 على 5 بي. فاحنا نقول هنا 1 على 5 في 5، دي هتروح مع دي، يبقى ومنها البي هتساوي 1. يبقى قيمة البي يا جماعة هتكون بواحد صحيح. ده كده أول سؤال معانا في الامتحان ده. السؤال الثاني بيقول إذا كانت الكميات، ممكن نمشي كده 10 15 ام 3 متناسبة، فإن الام تساوي كام؟ طالما يا جماعة متناسبة هنقسم كل اتنين على بعض، دول مع بعض ودول مع بعض، دول عيلة ودول عيلة. فنقدر نقول كده 10 على 15 هيساوي ام على 3، ومنها الام ديت هتساوي الام ده اللي انا عايزها، فاعمل طرفين في وسطين. يبقى 10 في 3، 10 في 3 ب 30 على 15. يبقى هنا 30 على 15 فيها الاتنين. يبقى انا يا باشا وصلت كده ان الام قيمتها هتساوي 2. الام هنا قيمتها هتساوي 2، دي قيمة الام. ده كده يا جماعة بالنسبة للسؤال الثاني، سؤال سهل ولذيذ خالص. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إذا كانت 8 إلى 3 تكافئ النسبة 16 إلى إكس، فإن الإكس تساوي. طالما تكافئ يعني هما الاثنين قد بعض. يعني مثلا 8 على 3 تساوي يا باشا 16 على إكس. هعمل طرفين في وسطين. دايما تيجي تعمل طرفين في وسطين، اللي قصاد المجهول ده حطه في المقام تحت 8 هنا، واضرب دول في بعض 3 في 16 بالآلة، أو اختصر على 8 فالواحد على 8 فالاثنين، 2 في 3 ب 6. يبقى أنا وصلت هنا إن الإكس هتكون 6 اللي هو الاختيار ده. كده دول أول 3 مسائل معانا في الامتحان بتاع النهاردة. تابع معايا للنهاية كده وما تسيبش ولا ثانية من الفيديو ده. يلا بينا. يا شباب بيقول لك إذا كان الطول في الرسم 2 سم في السؤال ده والطول الحقيقي 6 أمتار، فإن مقياس الرسم يساوي إيه؟ طبعا كلنا عارفين إن مقياس الرسم يا جماعة، مقياس الرسم كده بيساوي الطول في الرسم، طول في الرسم على الطول الحقيقي. خلاص، طول الحقيقي. فالطول في الرسم هنا يا جماعة 2 سم بالسنت هنا، والطول الحقيقي 6 بس ده بالمتر. فاحنا بنحول المتر إلى سنتي، بنضرب في كام؟ بنضرب في 100. فأنت هتضرب لي دي في 100 كده، فيبقى 2 على 600. لو حبيت تختصرها على الاثنين فالواحد على الاثنين فيها 300. خلاص، يعني 1 على 300 أو 1 إلى 300، اللي يعجبك الاثنين صح. فاحنا هنا في الاختيارات عندنا هنا 1 إلى 300، الإجابة دي هي اللي تبقى صح معاك. ده بالنسبة للسؤال بتاع مقياس الرسم، وده طبعا مهم جدا في الامتحان. بيقول لك أي مقاييس الرسم الآتية يعبر عن تكبير. احنا عندنا مقياس الرسم يا جماعة عشان تبقى عارف. مقياس الرسم ليه 3 حاجات عندي اهم، 3 حاجات. لو اكبر من 1 يبقى تكبير، لو محصور من 0 ل1 وهو في النص وليكن كاف مثلا كده، يعني محصور من 0 ل1 يبقى اسمه تصغير، لو بيساوي 1 يبقى اسمه تطابق. فانا عندي هنا بيقول لي تكبير، مين اللي فيهم بيدل على التكبير؟ فاللي يدل عليهم بالتكبير احنا هنمشي كده من الشمال لليمين زي الانجليزي كده.
1 إلى 700 ما ينفعش. 7000 إلى 1 أقول له أيوه، لأن هنا ده أكبر من ده. ده طبعا زي الأولاني وده زي الأولاني، يبقى اللي هيدل على تكبير فيهم اللي هي 7000 إلى 1، هي دي النسبة الصحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تم تقسيم مبلغ 1600 جنيه تمام على شخصين بنسبة 3 إلى 5، فهنا نصيب الأصغر كام؟ طبعا يا شباب احنا هنقول ايه؟ هو النسبة الأول اهوت أو الأصغر، هنا الأصغر وهنا الأكبر. خلاص؟ وهنا المجموع، أنا معرفش بقى. النسبة ما بينهم 3 إلى 5، هنا 3 وهنا 5 وهنا مجموعهم هيبقى 8. بس أنا معرفش نصيب ده ولا أعرف نصيب ده، بس المبلغ اللي هقسمه 1600 جنيه. هشد خط كده وأنا عايز الأصغر، عايز أعرف الأصغر هياخد كام، فنعمل كده طرفين في وسطين، بمعنى هيبقى نصيب الأصغر هيساوي، ونضرب 3 في 1600، 3 في 1600 على 8. 8 في الواحدة 8 في الاثنين، يعني 16 على 8 في الاثنين، يبقى 3 في 2000 ب 6000. ثانية واحدة، 3 في 8 هنا على 2 في الاثنين 200، 3 في 200 ب 600، آسف 600، يبقى 600 جنيه أو 600 يعني. يبقى الأصغر هيبقى 600 والكبير هيبقى 1000. يعني هنا هيبقى 600 كده إلى 1000. لو أنت حبيت تبسطها شيل صفرين مع صفرين هيفضل لك 6 إلى 10. لو اختصرت على الاثنين فيها 3 على الاثنين فيها 5، يبقى 3 إلى كام؟ 3 إلى 5. ده كده يا جماعة بالنسبة للسؤال رقم 6. كمل معايا، ما تسيبش ثانية من الفيديو دوت، ولو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك بسرعة، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك بسرعة، وهنكمل مع بعض الامتحان للآخر. التابع بيقول إذا انخفض سعر السلعة من 2000 جنيه إلى 1700 جنيه، يعني سعرها 2000 جنيه بقت 1700 جنيه، يعني انخفضت 300 جنيه. فما معدل التخفيض؟ معدل التخفيض دلوقتي احنا ممكن نقول التخفيض اهو، التخفيض هيكون كام؟ 2000 ناقص 1700 هيساوي كام؟ هيساوي هنا 300. احنا بقى نقول معدل التخفيض، معدل التخفيض هيكون كالآتي: 300 على 2000 في 100، ونشوف بقى هتطلع كام في المية. ممكن نشيل هنا يا جماعة صفرين مع صفرين، وصفر هنا مع صفر هنا، فاضلك هنا 30 في 1 ب30 على 2، يعني ادينا 15%. يبقى هنا نزلت 15%. يبقى احنا الأول حسبنا التخفيض طلع 300، معدل التخفيض 300 على السعر الأصلي اللي هو كان 2000 جنيه في 100، هيطلع معانا معدل التخفيض. السؤال اللي جاي ده حلو جدا، بيقول لي اشترى أحمد تلفزيون بمبلغ 18000 جنيه، غالي خالص تلفزيون، وكان عليه خصم 10%، فإن السعر قبل الخصم. كلمة السعر قبل الخصم معناها السعر الأصلي، دي بقى يا جماعة معناها السعر الأصلي، فهنا في السعر الأصلي وهنا الخصم، تمام، وده السعر بعد الخصم، ده السعر كده بعد الخصم. طيب تعالوا واحدة واحدة معايا كده. اشترى أحمد بمبلغ 18000 جنيه وكان عليه خصم، تمام. طب ما هو السعر الأصلي ده 100% وعليه خصم 10%، يبقى سعره 90%، ده السعر بعد الخصم. طب هو اشتراه بكام بقى؟ ب 1800، ب 18000 جنيه، ده بعد الخصم، لكن الخصم كام؟ 10% قيمته مش عارفينها. احنا بقى عاوزين نعرف السعر الأصلي اللي هو اسمه السعر الأصلي، ده اسمه السعر قبل التخفيض أو قبل الخصم. كان كام؟ انت بتقول لي اشتريه ب 18 جنيه، 18000 وكان عليه خصم، طب قبل الخصم كان يعمل كام؟ فاحنا هنعمل هنا يا جماعة طرفين، يعني علامة الاستفهام ده هنعمل طرفين في وسطين. يعني نقول هنا السعر الأصلي هيساوي، نقول بقى 18000 أهو في 100 على 90%، على 90، ونبدأ نحسبها احنا مع بعضنا بقى كده. هتشيل الصفر ده مع الصفر ده، وعلى التسعة فالواحد على التسعة فالاتنين، أصبح هنا 200 في 200 أهو، بعد كده الصفرين في 2 200 في 100.
هيطلع معاك 20,000 4 أصفار. يبقى هو كان سعره 20,000 وعليه تخفيض 10% فهو اشترى ب 18,000. دي الفكرة كلها. يبقى المفروض السعر الأصلي هنا يا جماعة كام؟ 20,000 عشان تبقى فاهم. جه الراجل المحترم عمل له خصم 10% فهو اشتراه ب 18,000. ده بالنسبة لفكرة السؤال ده، وفكرة مهمة جدا جدا جدا. بعد كده رقم 9 بيقول لي هنا 7 والمجموعة اللي قدامك دي. ال7 هنا عنصر. أنا لو بقارن بين عنصر ومجموعة، يعني عنصر مع مجموعة، فأنا هستخدم ينتمي أو لا ينتمي. فهل ال7 موجودة هنا؟ موجودة، يبقى أنا ينتمي. نختار ينتمي. طب لو أنا بقارن يا جماعة بين مجموعة صغيرة ومجموعة، يعني عندي مجموعة وأقارنها بمجموعة تانية، مجموعة مع مجموعة، هختار حامل الاثنين، لا إما جزئية لا إما ليست إيه؟ ليست جزئية. طب هنا ال3 موجودة؟ يبقى المجموعة 3 ده جزء من المجموعة الكبيرة دي، يبقى احنا هنختار إيه؟ جزئية. كده يا جماعة يبقى احنا حلينا حد السؤال رقم 10 في الاختياري. تعال نشوف كده بقى الامتحان في إيه، ما تسيبش منه ولا ثانية. اوعى تكون ما عملتش اشتراك في القناة ولا لايك للفيديو ده. الجزئية الفعلية للمجموعة اللي قدامك دي فيها كام مجموعة جزئية؟ عادة لو المجموعة أو عدد المجموعات، أقول لك على قانون سهل، عدد المجموعات بنحسبه القانون ده اللي هو 2 أس n، وN ديت عدد العناصر. بمعنى لو عندي مجموعة فيها عنصر واحد، لو مجموعة فيها عنصر واحد ومجموعة فيها عنصرين ومجموعة فيها 3 عناصر، دي فيها كام مجموعة جزئية؟ فتقول لي 2 أس 1 ب2. وهنا لو فيها عنصرين يبقى 2 أس 2 ب4. لو فيها 3 عناصر تقول لي 2 أس 3 أقول لك 8. يعني يا مستر دي فيها 8 مجموعات جزئية؟ أقول لك أيوه 8 بالقاعدة اللي أنا شرحتها لك دي. وعايز تعرفهم ال8 هقول لك بنعمل الاثنين لوحدها، الخمسة لوحدها، التسعة لوحدها، بعد كده بنقول 2 و5، 2 و9، ماشي. بعد كده 5 و9، وبعد كده بقولهم كلهم 2 و5 و9، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7، وبعد كده الفاي جزء من أي مجموعة. دول ال8 مجموعات، ودي القاعدة اللي نمشي عليها، لا إما 2 لا إما 4 لا إما 8. بعد كده سؤال رقم 12 بيقول لك الإكس تنتمي للمجموعة دي يا جماعة تقاطع المجموعة دي. يعني المجموعة دي فيها 2 و5، دي 5 و7 و8. إيه اللي هما بيتقاطعوا فيه؟ الخمسة. في 5 هنا و5 هنا، أيوه، يبقى الإكس دي المفروض تبقى ب5 يا جماعة. يبقى الإكس ب5. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك إذا كانت ال A جزء من B. ال A جزء من B. حتة ال A جزء من B يعني ال A صغيرة كده وال B كبيرة، يعني ال A صغيرة أهي وال B كبيرة. فلما يجي يتقاطعوا هو هيقول لك ايه تقاطع ال B؟ يتقاطعوا في الصغيرة اللي هي ال A. لما أقول لك الحركة دي كده ال A جزء من ال B، ال A جزء من ال B، تعرف إن التقاطع في الأصغر والاتحاد في الأكبر. طب التقاطع فين الأصغر فيه؟ بقول لك ال A جزء من ال B، يبقى الأصغر هو ال A والاتحاد يبقى في ال B. طيب ده بالنسبة لرقم 13، وعرفنا فكرة ال A الأكبر والأصغر، ودي مهمة جدا. طيب بعد كده رقم 14 بيقول لك إذا كانت المجموعة A 1 و2 والمجموعة B 3 و4، دي فيها 1 و2 ودي فيها 3 و4، فإن إيه تقاطع B؟ في عناصر مشتركة هنا يا مستر، دي 1 و2 ودي 3 و4، مفيش أي حاجة مشتركة، فتقول له هنا إيه؟ فاي. نختار الاختيار ده. سؤال سهل. رقم 5 بدأنا نخش بقى على الإشارات والكلام ده كله. بيقول لي هنا -5 و3. لو الإشارات متشابهة، وهنا هي متشابهة طبعا، -5 و3 بنجمع. بنجمع لما تكون الإشارات متشابهة. تشابهها سواء موجب أو سالب. طب وبنطرح لما تكون الإشارات مختلفة. لما تكون الإشارات إيه؟ مختلفة. فهنجمع هنا -5 و3 يديني -8. يبقى هنا الاختيار بتاعي يكون كام؟ -8. يبقى أنا هنا بركز في الإشارات متشابهة هنجمع بنفس الإشارة، 2 موجب و2 سالب. مختلفين هنطرح.
طب بعد ما نطرح عاوز ازود حاجه مهمه هنا وناخذ اشاره العدد الأكبر. دي حته مهمه خالص لازم نعرفها. وصلنا للسؤال رقم 15 في الفيديو دوت. اوعى تكون ما عملتش اشتراك في القناه. هندخل على الاسئله المقاليه. الامتحان بتاعنا الجزء الاولاني كان الاسئله الاختياري، والجزء ده ان شاء الله هيكون بقى الجزء المقالي، يعني الاسئله المقاليه زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي كده. بيقول لي اذا كان مقياس رسم خريطه هو 1 إلى 600,000، ده مقياس الرسم، وكانت المسافه بين مدينتين على الخريطه 4.5 سم، أوجد المسافة الحقيقية بينهما بالكيلومتر. أول حاجة إحنا عارفين إن مقياس الرسم عبارة عن الطول في الرسم، إلى الطول الحقيقي، الطول الحقيقي. ومقياس الرسم هنا 1 إلى 600,000. واحد إلى 600,000. جميل خالص. وكانت المسافة بين مدينتين على الخريطة، يعني الطول في الرسم 1.5، 4.5. عايزين إحنا الطول الحقيقي، فهنعمل هنا يا جماعة طرفين في وسطين كده. فهنقول ايه هنا بقى؟ بص معايا. هنقول الطول الحقيقي هيساوي 4.5 في 600,000 كده على 1. بس في مشكلة صغيرة هنا. انت يا باشا عايز تطلع هنا المسافة الحقيقية بالكيلومتر، وانا عندي هنا المسافة اللي هو مديها على الخريطة بالسنتي، يبقى انا عاوز احول او الناتج بتاعي يطلع بالكيلو. طب من السنتي للكيلو هنقسم على 100,000، من السنتي للكيلو هنقسم على 100,000، فهضطر اضرب هنا في 100,000 اهو، وهتشيل هنا الخمس اصفار مع الخمس اصفار، يفضل لك هنا 6 في 4.5، 6 في 4.5. فنضرب بقى 5 في 6 30، صفر معايا التلاتة، والأربعة في 6 ب24، وتلاتة 27. تمام، 27. والعلامة هتكون طبعا بعد رقم، يبقى هيكون 27. تمام، ممكن 27 كيلو متر. 27 كيلو متر. تمام، ده كده الطول الحقيقي، ولازم يكون بوحدة الكيلو متر. ده أول سؤال في الأسئلة المقالية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اشترك 3 أشخاص في مشروع رأس ماله 75,000 جنيه بنسبة 4 إلى 5 إلى 6. احسب ما دفع كل شخص في رأس المال. طبعا أنا عندي هنا هما 3. هتقول هنا يا باشا الأول، وبعد كده الثاني، وبعد كده الثالث، وبعد كده المجموع. هنقول هنا المجموع. طيب الأول 4 إلى 5 إلى 6 إلى مجموعهم بقى دول كده 4 و6 15. تمام، أنا عايز أعرف نصيب ده وده ونصيب ده اللي دفعوا، وهما كلهم دفعوا 75,000 جنيه. هنشد شرط الكسر كده ونبدأ نحسب هنا كده. عايزين النصيب الأول، هنعمل طرفين في وسطين كده، يعني نقول النصيب الأول أهو، نصيب الأول، والأول أهو هنعمل طرفين في وسطين كده. 4 في 75، 4 في 75,000 على 15. طيب ونحسب الآن نصيب الثاني بيساوي 5 في 75,000 على 15. نصيب الثالث هيساوي 6 في 75,000 على 15. وآلتك الجميلة هتحسب لي بقى وتطلع الناتج، تعرف نصيب كل واحد فيهم. دي الفكرة الأساسية اللي في السؤال ده. ده كده السؤال التاني معانا في الأسئلة المقالية. تعال نكمل مع بعض ونشوف بقى الأسئلة اللي في الامتحان بتاع النهارده ده. يلا بينا. بيقول اشترت مريم مكنسة كهربائية ثمنها 4,800 جنيه. مكنسة كهربائية، فإذا كان معدل الخصم 15% احسب سعر المكنسة بعد الخصم. فاحنا أسهل طريقة تعملها تشتغل زي ما أنا هعمل كده. هتقول هنا السعر الأصلي، وبعد كده يا باشا تقول لي هنا معدل الخصم، تقول الخصم هنا، وبعد كده السعر بعد الخصم.
هتقول هنا كده السعر بعد الخصم. طيب يلا بينا هنبدأ. السعر الأصلي ده 100%. خلينا بلون تاني عشان الدنيا توضح معانا. هنقول هنا 100%. ماشي. إلى الخصم 15%. 15%. 100 ناقص 15 يبقى 85%. حلو خالص. احنا عايزين ايه يا باشا؟ قال لي هنا اشترت مريم مكنسة كهربائية ثمنها، يبقى ده الثمن الأصلي 4800 جنيه. فإذا كان معدل الخصم على 15 احسب السعر بعد الخصم. يبقى احنا عايزين ده كده مش مهم برضه، مش مطلوب مننا دلوقتي. ايه اللي مطلوب منك دلوقتي؟ انا عايز السعر بعد الخصم، يعني انا عاوز علامة الاستفهام دي. فنعمل طرفين وسطين. فانت يا باشا بقى هتتفضل تقول لي كده السعر بعد الخصم هيبقى كالآتي. بص معايا. هتقول هنا 4800 في 85 على 100. بتشوف هتطلع معاك بالآلة كام، والموضوع بقى سهل خالص. خلاص هسيب لك انا الموضوع ده تنفذه عشان وقت الفيديو. يبقى انت هتعمل كده طرفين في وسطين. 4800 في 85 على 100. نخش على السؤال رقم 4. بيقول لك إذا كانت المجموعة دي تساوي المجموعة دي، في علامة يساوي 3 و1 وإكس وهنا 5 وواي و3. أوجد قيمة إكس زائد واي. أولا أنا لازم أحدد هنا في 3 هنا في 3. كده أنا خلصت. فاضل هنا الإكس والواحد وهنا الخمسة والواي. الإكس ده أهي تبقى قصاد الكام يا حلوين؟ قال لك الإكس يا مستر قصاد الخمسة. طب والواي تبقى قصاد المين؟ الواي قصاد الواحد. يبقى أنا كده أهو. دي الإكس بخمسة والواي بواحد. أنا عايز بقى إكس زائد واي. يبقى الإكس بخمسة زائد الواي بواحد. 5 و1 هيكون كام يا جماعة؟ 6. فكرة بسيطة خالص بس أنت تستوعبها. تعال نكمل مع بعض. متنساش متسيبش ولا ثانية من الفيديو ده. بشكل فين. بالاستعانة بشكل فين المقابل اكتب بطريقة السهم. ده شكل فين عبارة عن المجموعة A والمجموعة B. المجموعة A فيها 1 و4 و6، والمجموعة B فيها 3 و5 و6. دول مجموعتين اتنين ومتقاطعين في العنصر ده. فهو طالب مني شوية حاجات من الرسمة دي. ال A عبارة عن ايه؟ عاوزين نكتبها بطريقة السهم. ال A فيها 1 و4 و6. فأنت تعمل كده وتعمل قوس مجموعة وتقول هنا 1.4.6. دي اسمها طريقة السرد. طب بعد كده البي فيها 3 و5 و6. يبقى برضه هنعمل كده ونقول البي 3 و5 و6. طيب ايه اتحاد بي؟ هما الاثنين هيتحدوا في ايه؟ يا باشا هيتحدوا في كل العناصر الحالة المكررة ما ناخدهاش. يعني 1 4 هنرتبهم 1 3 4 5 6 ونقفل على كده. طب هيتقاطعوا في ايه؟ ايه ده العنصر اللي هم يتقاطعوا فيه؟ الاي والبي يتقاطعوا في الستة. يبقى التقاطع في الستة. ده اسمه الايه؟ تقاطع البي. ده سؤال مهم جدا لازم يجيلك في الامتحان، سؤال زي ده اللي هو على المجموعات. بعد كده رقم 6 بيقول لي إذا كانت الاي ب5 والبي بسالب 4 والسي ب2 أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة. الاي ب5 في البي -4 على السي ب2. تاني 5 -4 -20 على الاتنين تطلع -10. يبقى احنا بنعوض هنا ال A ب5 وال B -4 على ال C ب2. يبقى هنا -20 على الاتنين -10. نيجي هنا A ناقص B زائد C. ال A هنا ب5 ناقص ال B -4. فهنفتح قوس عشان نحط -4 زائد ال C ب2 نحط هنا 2. جمع معايا كده ادي 5 سالب وسالب موجب 4 وهنا 2. 4 و5 9 9 و2 9 و2 كام؟ 11. يبقى الفكرة ديت برضه على العمليات اللي هي الجمع والطرح والقسمة والحاجات دي كلها، دي فكرة مهمة جدا. أتمنى تكون سجلت كل المسائل دي. في هذا الفيديو كده تكون سجلت كل المسائل ديت وتعمل امتحان لنفسك تاني وحاول تحل، ومن خلال حلك بقى هتعرف ايه المسائل الصعبة اللي بتقف قدامك. وانا ان شاء الله هننزل على القناة هنا
اكتر من امتحان واكتر مراجعه الوحده الاولى. فاهم حاجه تكتب المسائل دي كلها كده بدون حل، ومعاك الفيديو طبعا اهوت لو في حاجه قدامك، وتبدا تحل مع نفسك كده. هتكتشف ايه الافكار اللي انت متعرفش تحلها، ايه الدروس اللي انت مش فاهمها، وترجع تذاكرها تاني. واستناني هتابع معاك كده. كمان في جروب تليجرام احنا عاملينه، هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو ده. هتدخل عليه هتلاقي هحط لك عليه امتحانات، هحط لك عليه مراجعات. هتتابع معايا نظام الشغل عندي على القناة من خلال الجروب ده. وننزل لك برضو حاجة كويسة هدية كده للناس المتابعين ليا، امتحانات، مراجعات، مذكرات وغيره. فما تنساش تدخل على الرابط اللي سيبه لك في وصف الفيديو دوت وتنضم للجروب ده. كمان والأهم من كده ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتتابع معايا كل المراجعات. مع السلامة.